السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. هنعمل الكنافه بطريقه جديده كده ومختلفه، ونتيجه هتبهرك جدا. احفظي بقى الفيديو ده عندك لرمضان، هيفيدك في عزومات رمضان. طريقه الكنافه النهارده جديده ومختلفه، ونتيجتها مضمونه 1000000% وسهله ومش هتاخد منك وقت خالص. تابعوا معايا الفيديو للنهايه علشان نشوف كل التفاصيل والتكات بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. اول حاجه نحضرها مع بعض كده هو الشربات، عشان ايه نخلص منه كده في الاول. معايا هنا 1.5 كوبايه من السكر، وكوبايه من الميه، وظرف من الفانيليا، ونص ليمونه، ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وممكن تستغني عنها خالص. هنقلب المكونات كده مع بعض، وبعد كده نرفعها على نار متوسطه لحد ما يبدا يغلي معايا، وبعد كده بهدي النار اسيبه حوالي 7 دقايق. وكده خلاص بيبقى الشربات جاهز معانا. بنطفي عليه وبنركنه بقى على جنب لحد ما نحضر باقي الوصفه. معايا هنا بقى نص كيلو من الكنافة، بكون حطها كده في الفريزر عشان تكون مجمدة، هيسهل عليا ان انا اعرف اكسرها، او ممكن تحطيها في الكبة عشان تتكسر معاكي على طول. بس انا هنا حبيت استخدم ايديا عشان اوريكم ان الموضوع سهل وبسيط ومش بياخد وقت خالص. لو انتي حطاها في الفريزر كده ومجمدة معاكي هتلاقيها بتتكسر بكل سهولة. شايفين؟ اهم حاجه بقى نكسرها لقطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم كمان لو متابعيني على القناه كنا عملنا الكنافه بطرق كتير مختلفه وباشكال جديده هتعجبكم جدا. ارجعوا للقناه هتلاقوا فيديوهات كتير جدا هتعجبكم عن الكنافه. تعالوا بقى نرجع للوصفه بتاعتنا ونشوف احنا عملنا ايه بالظبط. طبعا انا كسرت كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الكنافه كلها اتكسرت، ما فيهاش اي كتل خالص. هنزود بقى الاضافات بتاعتنا. معايا معلقه كبيره من السكر البودره، وظرف من الفانيليا، و3 معالق كبار من جوز الهند الناعم المبشور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش حابه جوز الهند ممكن تستغني عنه، مفيش اي مشكله. هنضيف بقى المكون الخطير اللي هيدي طعم جميل جدا للكنافة، وهو دقيق السميد او دقيق البسبوسة اللي هو بنشتريه خام من عند العطار. ضفت كوباية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلب كل المكونات مع بعض. برضو لو متابعيني على القناة كنا عملنا طريقة الكنافة دي، بس بدل ما نضيف دقيق السميد ضفنا جلاش متكسر. كنا عاملين برضو ميكس ما بين الكنافة والجلاش كده، كان خطير. النهاردة الميكس ما بين الكنافة والبسبوسة، حاجة كده فاخر من الاخر. انا هنا ضفت كوبايه من السمنه البلدي، كوبايه كبيره زي ما انتم شايفين كده مليانه للاخر. هقول لكم على المقادير بالجرام في صندوق الوصف. هنقلب بقى كل المكونات كده مع بعض لحد ما نشرب السمنه دي للكنافه ودي البسبوسه. وما تقولوليش السمنه كتير، لا مش كتير، احنا عارفين بسبوسه وكنافه يعني سمنه. فالنهارده عاملين ميكس خطير ما بين الكنافه والبسبوسه، فلازم نحط كميه سمنه محترمه. انا حطيت كوبايه مليانه زي ما انتوا شفتوا كده، كانت مناسبه جدا، وكان لون الكنافه كان معقول جدا زي ما شفتوه معايا كده في اول الفيديو، وكان طعمها خطير. احاول كده بايديا بقى اقلب كل المكونات مع بعض علشان عايزين السمنه كده تغلف كل حبيبات السميد وكمان الكنافه، عشان التسوية بعد كده تكون مظبوطة معاكي، وكل قطعة من الكنافة تكون متشربة كده بالسمنة ويكون طعمها حلو معاكي. شايفين احنا بنقلب ازاي؟ بالشكل ده لحد ما تحس ان خلاص الدقيق والكنافة كده اتغلفوا كويس جدا بالسمنة. بنجيب بقى الصينية بتاعتنا. الصينية اللي معايا دي اكبر صينية في الطقم المدور ده، علشان هتاخد المقدار اللي معايا كان مناسب جدا. عايزة تعمليها في صينية اقل من كده ويكون السمك بتاعها اعلى من اللي انا عملته، مفيش اي مشكلة. بنحط برضو كمية من السمنة كده في ارضية الصينية، وهنقلب فيها السمنة كده كويس. وبعد كده هنضيف بقى الكنافة بتاعتنا. انا هنا بصراحة حبيت اعملها محشية بالمكسرات، فضفت نص المقدار بتاع الكنافة، وبعد كده هحط مكسرات، وبعد كده هحط النص التاني. لكن لو انتي عايزة تعمليها سادة مفيش اي مشكلة، هتضيفي كل المقدار اللي معاكي وتدخليها الفرن خلاص. انا هنا كان عندي شوية من المكسرات المطحونة يعني مجروشة كده، حاجة بسيطة ضفتها. كان عندي شوية زبيب كده مشكلين ضفتهم. كان عندي كمان شوية من السوداني فحطيتهم. يعني انا حبيت كده اعمل ميكس كده في النص، او يكون طعم المكسرات كده معايا في النص. لكن لو انتي حابة تعمليها سادة خالص مفيش اي مشكلة، هتكون برضو جميلة جدا. زي ما بنعمل كده البسيمة او الهريسة وتكون محشية من النص كده مكسرات، او تعملي الكنافة برضو اللي هي بتكون محشية من النص مكسرات.
فانا حبيت اعمل الخطوة دي، كانت مديها طعم جميل جدا. لكن لو مش متوفر عندك اي مكسرات ما تقلقيش خالص، لو عملتيها سادة هتكون طعمها خطير. انا هنا ضفت بقى النص التاني من الكنافة، وهحاول اغطي الحشوة كويس جدا علشان طبعا الزبيب لو باين من الكنافة هيتحرق وهو في الفرن. فحاول كده تغطيه كويس جدا، وبعد كده بنساوي بقى وش الصينية بايدينا كده بضغطة بالراحة، مش بنضغط عليها وبنكبسها جامد كده زي الكنافة اللي كنا عملناها قبل كده، لان طبعا الكنافة دي فيها دقيق سميد، فاحنا عايزين الدقيق كده يستوي براحته والكنافة كمان تستوي براحتها، فيدينا في الاخر نتيجة البسبوسة او الهريسة تكون مرملة كده معانا. مش عايزين نكبسها قوي علشان تطلع مرملة كده معانا وتكون زي البسبوسة. شايفين انا بساوي بس بايديا كده، مش بضغط عليها جامد. بعد كده بدخلها الفرن على الشبكة رف اوسط، النار شغالة من تحت بس على نار متوسطة. طبعا مشغلين الفرن من قبل كده واحنا بنحضر الوصفة بتاعتنا عشان يسخن معانا كويس جدا. بتاخد في الفرن من نص ساعة ل35 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. اهم حاجة كل شوية بتبص عليها لحد كده ما تلاقي الاطراف او الجوانب كده اخدت لون كده، خلاص اعرفي انها اخدت لون من تحت. بتطفي الفرن وبعد كده بتشغلي الشواية تاخد لون من فوق، وبعد كده بتخرجيها من الفرن. لو عايزة تقلبيها على صينية كده بتقلبيها وهي سخنة علشان تتقلب معاكي على طول، وبعد كده تسقيها الشربات. ممكن تسقيها الشربات وهي في الصينية زي ما هي، وبعد كده غطيها كده تهدى شوية علشان ترد معاكي كده وتبقى طرية معاكي ما تبقاش ناشفة. انا اديتها كمية الشربات كلها اللي احنا عملناها او حسب الذوق بقى زي ما تحبي. انا هنا قطعتها لكم وهي كانت لسه دافيه، فتحسيها كده مفروله كده شويه معايا، لكن هي بصراحه كانت جميله جدا ودايبه جدا، عامله زي البسبوسه بالظبط، وفيها كمان سنه القرمشه بتاعه الكنافه. ميكس كده خطير، طعمه خطير، جميله جدا. عايزه اقولك لو انت عملت الوصفه اللي فاتت اللي احنا حطينا فيها الجلاش مع الوصفه دي النهارده، يعني ضفت الجلاش مع المكونات اللي احنا ضفناها النهارده، هتطلع لك وصفه تالته خالص طعمها خطير وجميله جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله نبقى نجربها كده مع بعض، بس انا جت لي الفكره دلوقتي قلت اقولها لكم. شايفين بقى قد ايه دايبه معانا، دايبه ومرمله حاجه كده فاخر من الاخر، جميله جدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان يكون عجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.